السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوف الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو انت مشتركة ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلو منك. تعالوا بقى اشوف هعمل معاكم طريقة جميلة النهاردة، حاجة كده حلوة قوي. انا كده بقى معايا بتنجانتين وغسليهم بقى وهقشرهم معاكم. تمام. عندكيش بقى ولا عندكيش بقى فراخ وعايزه تعملي بانيه، اعملي بقى البتنجان بطريقه البانيه تحفه، طعمه حلو قوي. انا هجيب البتنجان بتاعي كنت كبير شويه كده، تمام، وهقشره زي ما انتم شايفينه كده. هقشره خالص من القشر الاسود دوت زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. همسك بقى البتنجان بتاعي، انا كده قشرته. همسك البتنجان هقطعه بالشكل ده زي شريحه البانيه بالظبط. حاولي ما ترفعيش قطعة البتنجان، شايفينها بالسمك ده، انا بوريكم سمكها قد ايه. ما ترفعوهاش، خليها بالسمك ده زي ما انا وريتكم كده. فانا هقطع البتنجان بتاعي كله بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده، وهجيب بقى مصفى وارص البتنجان بتاعي فيها زي ما انتم شايفين كده. رصيت شرايح البتنجان، هنزل عليهم بقى بمعلقة من الملح، معلقة صغيرة كده من الملح عشان البتنجان بتاعي ينشف معانا وميشربش مننا زيت. معايا بقى عندك بصمات، عندك فيجيتار بتاع البانيه، انا عندي اللي هو الكريسبي دوت حوالي 4 معالق كده. الفيجيتار ده تحفه، انا بحبه قوي، طعمه حلو، بيخلي البانيه بتاعنا مسكر وحلو قوي. ومعايا كمان 4 معالق دقيق، يعني 4 معالق فيجيتار و4 معالق من الدقيق. انا بقى هنزل بقى على الفيجيتار والدقيق برشه من الفلفل ورشه من الكمون وبصل بودره وتوم بودره، ومعايا برضو رشه من البابريكا. هقلب بقى المكونات دي مع بعضها، منسيش الملح عشان احنا حطينا دقيق يبقى طعمه مظبوط وحلو كده. بقى انا حطيت المكونات بتاعتي وهقلبه كويس. كده بقى انا معايا بيضتين عشان اللي هنحط فيه بقى اللي هنبدر بيه البتنجان. هنحط البتنجان في قلب البيض ونطلع نحطه في ايه، في الفيجيتار. انا حطيت بيضتين كده معايا، ومعايا رشة فلفل، ومعايا برضو رشة من البهارات، وهقلب البيض بتاعي كويس. بانيه بقى بدون فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة. تعالوا بقى نشوف هنعمل البتنجان بتاعنا ازاي. بصوا بقى، انا كده معايا الفيجيتار بتاعي والبيض، هنزل بقى بشريحة البتنجان في البيض واحطها في الفيجيتار زي ما انتم شايفين كده. تمام. فانا هغطيها بالفيجيتار. ومعايا بقى طبق هرص فيه، هجيب كمان شريحة برضك احطها في البيض، واشيلها من البيض احطها برضك في الفيجيتار والدقيق، واغلفها كويس بالفيجيتار. تمام. وهرص بقى البتنجان بتاعي في الطبق جنب بعضه لغايه ما اخلص كميه البتنجان ايه كلها زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. تعالوا بقى شوفوا، هوريكم بعد ما خلصت كميه البتنجان. كده كميه البتنجانتين معايا تحفه. تعالوا بقى معايا زيت غزير على النار يكون سخن، وهنزل بقى بالبتنجان بتاعي. والله يا جماعه طعمه تحفه، ولا شرب زيت، وجميل جدا، وهو تغيير. جربوه بالطريقه دي، حلوه قوي. وبكده بقى انا هقلب البانيه بتاعي، هقلبه بالشكل ده كده. شايفين اللون؟ شكله تحفة. بانيه ده ولا مش بانيه؟ حلو قوي. جربوه بالطريقة دي، جميل جدا.
انا كده خلاص بقى احمر معايا، وهطلعه بقى. انا عايزه طبق كده فيه مناديل مطبخ، فهطلعه بقى على مناديل المطبخ، وهنزل ببقيه البتنجان بتاعي في الطاسه. خلاص، ما تنسونيش باللايك يا حلوين. وبكده بقى البانيه بتاعي بحب اوريلكوا، بقول لكم ناشف وحلو قوي، جميل جدا. تعالوا بقى نشوفه بعد ما خلص. شايفين بقى الجمال؟ شايفين؟ تحفه. انا بقى ماسكه الكاميرا بايد وبقطع بايد، فانا مش مالكه كويس. شايفين؟ تحفه، وريحه وطعم تحفه. متنسوش بقى باللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.